ساعات كتير بنشوف استثمارات بملايين الدولارات بتتصرف على التير كلاسيفيكيشنز والباور ريدندنسي واحدث انظمه الكولينج. مجرد ما السايت بيخش مرحله الاوبريشنز نكتشف الفجوه الحقيقيه. لما بيحصل عندي داون تايم، وللاسف ده وارد في اي كريتيكال انفايرمنت، حد بيسال الجنريتور كان نوعه ايه. السؤال اللي بيتسال فورا: احنا فين من الاس ال اي؟ مين هيتحمل تكلفه الدقيقه دي؟ اهلا بيكم، انا ابو بكر العزيلي. النهارده هنتكلم عن العصب الحقيقي لاستدامه الداتا سنتر، الاس ال اي والاو اند ام استراتيجي. ما ينفعش نتعامل مع السيرفيس ليفل اجريمنت الاس ال اي على انه مجرد ورقه في العقد عشان نقفل الكومبلاينس. دي نظره بسيطه جدا ومخاطرها عاليه. الاس ال اي هو عقد توقعات، اكسبكتيشن مانجمنت. لو الاس ال اي مش مربوطه بكي بي ايز واضحه زي الريسبونس تايم والريزولوشن تايم، المين تايم تو ريبير ام تي تي ار، يبقى احنا بنفتح الباب لمشاكل ماليه وقانونيه كبيره. وهنا بيجي دور السيرفيس ليفل مانجمنت، الاس ال ام. الاس ال ام هو الفريم ورك اللي بيضمن اننا مش بس بنكتب وعود، لكن عندنا البروسيس والاس او بيز اللي تخلينا نوفي بالوعود دي. هو اللي بيحدد بوضوح هل الافيلابيلتي تارجت بتاعنا هتكون 99.982% ولا هتكون 99.995. وايه هي السيرفيس كريدتس او الغرامات اللي لو نزلنا عن الرقم ده. نيجي بقى لنقطه جدليه، الاو اند ام، اوبريشن اند مينتنس. الموضوع مش بس مجرد مقارنه اوبكس مين هيكون ارخص، دي بتكون حسبه ريسك فيرسز كنترول. شركات الاو اند ام المتخصصه مش بيكونوا بس مجرد فيندور، دول بيمتلكوا الانستتيوشنال نوليدج. انت بتشتري خبره التعامل مع الازمات اللي ممكن تكون مش موجوده في الصف اللي اوريدي عندك حاليا. صحيح الكونتراكت كوست ممكن تكون بالنسبه لك عاليه في الاول، بس لو حسبنا التي سي او، التوتال كوست اوف اونر شيب، وضفنا عليها تكلفه الريسك ميتيجيشن، تلاقي ان الرخيص في عقود الصيانه غالبا هو اللي هيكون الاغلى لما السيستم يقع والروت كوز اناليسيس ما يكونش واضح. الخلاصه: الانفراستراكشر القويه ممكن تقع بسبب اوبريشنال بروسيس ضعيف، والاس ال اي اللي مش واقعيه بتكون اقصر طريق لخساره العميل. عشان كده واحنا بنبني استراتيجيه التشغيل لازم نسال نفسنا: هل هنقيس نجاح الاو اند ام بسعر العقد ولا بقدرته على حمايه الابتايم؟ من واقع خبرتكم في السوق، بتفضلوا نموذج الفول اوت سورسنج لشركات الفاسيلتي مانجمنت، ولا بتشوفوا الهايبريد موديل اللي بيكون عباره عن اداره داخليه مع سبيشاليزد فيندور هو الافضل لبيئه العمل عندكم؟ شاركوا رايكم في التعليقات وخلينا نتناقش.